السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. طبعا لازم نبدأ يومنا بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. النهاردة بقى هنعمل معاكم ايه؟ معانا لحمة، معانا مكرونة، معانا لبن. هنعمل ايه؟ هقول لكم هنعمل ايه. هنعمل احلى صينية مكرونة بالبشاميل. وهوريكم الخطوات بتاعتها واحدة واحدة للبنات اللي لسه مبتدئين. احنا عملناها قبل كده في القناة، وفي ناس طلبوها مني فهرجع اعملها تاني وهوريها لكم خطوة بخطوة. دلوقتي يلا بينا نجيب حلة ونحط فيها بقى ايه، مية عشان نسلق. اول حاجة نسلق معانا ايه، المكرونة. يلا بينا. احنا جبنا الحلة بتاعتنا هي زي ما انتوا شايفين وحطينا فيها المية. بعد كده هنحط فيها معلقة زيت كده صغيرة، عشان طبعا لما نسقط المكرونة بتاعتنا ما تعجنش مننا وتبقى ايه، مفرفرة كده وايه وحلوة. وهنجيب بردك معلقة ملح ونحطها. طبعا انا عارفة ان انتوا كلكم شطار وبتعرفوا تعملوا كل حاجة، بس انا هوريكم الطريقة بتاعتي انا بعملها ازاي. طريقة سهلة وهتعجبكم ان شاء الله، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنسيبها بقى لما المية بتاعتنا تغلي. هوريكم هنعمل ايه. ابتدت المية تغلي اهيت. هنزل ده دلوقتي بقى بالمكرونة بتاعتي. انا عاملة كيسين مكرونة. هبتدي اقلبها كده واسيبها بقى ايه لحد ما تستوي ونرجع لكم تاني. المكرونه بتاعتنا هي قربت تستوي، بس انا مش هسيبها تستوي على الاخر طبعا عشان هتكمل السوا بتاعتها في الفرن. دلوقتي بقى ايه، عبال ما تغلي لها غلوه تاني، جبت طاسه عشان اعمل العصاق بتاعها. هعصق بقى اللحمه ورحت جايه مقطعه ايه بصلايه كده زي ما انتوا شايفين، وهبتدي بس اتبلها بس مش هحمرها، هتبلها بس. وبعد كده بقى ايه، هنزل باللحمه بتاعتنا كده. البصله بتاعتنا هي ابتدت بقى ايه تتبل معانا. احنا مش هنحمرها زي ما احنا ما قلنا. دلوقتي هنعمل ايه، هنجيب اللحمه بتاعتنا وهننزل بيها. معلش عشان انا ايه مطلعاها من الفريزر. كده اللحمه بتاعتنا فكت اهي زي ما انتوا شايفين، وابتدت بقى ايه تعمل لون عشان تستوي. هبتدي بقى انا اعمل ايه، عندي البهارات بتاعتي، عندي ملح، فلفل اسمر، كمون، شطه، بهارات. عندي بهارات لحمه وعندي مرقه ماجي. انتي بقى اي بهارات موجوده عندك ممكن تحطيها، اي بهارات موجوده. وشويه بابريكا كده صغيره بتديها برضك ايه لون وطعم حلو. هنبتدي نقلبها كده كويس. انا العصاج بتاعتي اللي انا بعمله، العصاج اللي انا بعمله بقى بحب احط عليه طماطميه كده بتديله طعم حلو قوي. هقلب بقى كده، قلب 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 يا معلم. بصوا اللون الجميل، وطبعا الريحه بتاعتها بالبهارات بتاعتها بتبقى جميله جدا.
كده المكرونه بتاعتنا استوت اهي. هنسيبها بقى ونشوف العصار. اللحمه بتاعتنا المعصره خلصت، هنطفي عليها بقى ونعمل بقى ايه. يلا بينا نعمل البشاميل. شفتوا ادي البشاميل بتاعنا كمان خلص. دلوقتي بقى ايه، هنجيب صينيه ويلا بينا نكمل المكرونه. احلى صينيه مكرونه بشاميل من ايد ايموني. بصوا كده حبايب قلبي، انا جبت ايه حله وحطيت فيها معلقه صلصه كده، وهديها غلوايه كده صغيره بس كده، وهنزل فيها المكرونه لان انا ما بحبش اعمل المكرونه البشاميل تكون بيضه، فبحبها تكون حمرا كده شويه. فدلوقتي ايه، هجيب بقى المكرونه بتاعتي وهنزل بيها كده وهوريكم. جبت بقى صينيه كده ورحت جايه حاطه بقى معلقه بشاميل كده فيها، ودلوقتي هجيب ايه نص المكرونه احطها. لما بقى نزلت بقى بالنص بتاع المكرونه، رحت جايه بقى ايه شويه بشاميل كده في النص، وهجيب بقى اللحمه بتاعتنا المفرومه وانزل بيها. ونزلت بطبقه اللحمه، وبعد كده نزلت بطبقه بشاميل تاني، معلقه كده بس صغيره كده عشان تديك الطعم الجوسي وانتي بتاكليها. حطينا بقى ايه، نزلنا بالطبقه التانية بتاعت المكرونه، ودلوقتي بقى ايه هنزل بالبشاميل بتاعي. هغطي طبعا الوش كله بالبشاميل. البشاميل بتاعنا بقى عاملينه جوسي، ولا تخين قوي ولا خفيف قوي. بعد كده جبت بيضة وحطيت عليها معلقة فلفل اسمر صغيرة خالص، وشوية ملح برضه. هبتدي بقى اضربهم ضربة حلوة كده واحطها على وش المكرونة. اسهل طريقة لعمل صينية مكرونة، مش هتاخد معاكي لا وقت ولا جهد ولا اي حاجة، بسيطة جدا. كده حطيت البيض بقى اللي انا عملته دلوقتي، حطيته على الوش كده. بعد كده بقى ايه، عندي حبة جبنة موتزاريلا في التلاجة، هبتدي بقى ايه احط على الوش كده، تديك طعم ايه روعة. وكده حطينا اهوت على وشها الجبنة الموتزاريلا. دلوقتي ايه رأيكم؟ هاخدها دلوقتي وانزل بيها بقى فين، على الفرن. هنكون مولعين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180، وهنزل بقى بالمكرونة بتاعتنا. وفي الاخر ممكن تطلعيها بقى على لما تلاقيها استوت من تحت، هتطلعيها على الشواية تاخد الوش الجميل الذهبي الجميل، والف هنا وشفا. يلا بينا بقى نحطها في الفرن. وحطيناها كده في الفرن، يا جماله يا جماله. ايوه بقى. وكده المكرونه بتاعتنا طلعت زي ما انتوا شايفين. بصوا صينيه مكرونه، انما ايه قمر. يا رب تكون سهله ويكون مقاديرها مش كتير ولا حاجه، بتبقى كل حاجه موجوده عندك في البيت. يا رب يعجبك الفيديو، وما تنسينيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب. واللي ما شافش قناتي واول مره يشوفها يفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم منوعات مطبخ ايموني. باي باي.